فلوسك بتروح فين؟ لو عاوز تعرف فلوس الضرايب اللي بتدفعها بتروح فين، أنا هقولك اللي الحكومة هتصرفه في موازنة 2016-2017. 61 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي، 1.5 مليار جنيه عشان تطوير العشوائيات، 1.2 مليار جنيه لتطوير القرى الفقيرة، 3.9 مليار جنيه عشان مترو الأنفاق، 12.3 مليار جنيه لقطاع النقل، 6.4 مليار جنيه عشان محطات الصرف الصحي، 4.5 مليار جنيه لمحطات المياه، 8.3 مليار جنيه عشان محطات الكهرباء الجديدة، 1.1 مليار جنيه عشان زراعة 1.5 مليون فدان. والخلاصة يعني عند كده حوالي 92 مليار جنيه عشان البنية الأساسية اللي هي الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وقطاع النقل ومشروعات المياه والري والتنمية الزراعية. إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم 104 مليار جنيه، إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة 49 مليار جنيه. مجموع مصروفات الدولة السنة دي حوالي تريليون جنيه، ربعها بيروح على مرتبات والربع للدعم والمزايا الاجتماعية، وحوالي 15% بيصرف على الاستثمارات. بس ده برضه مش كفاية، وكلنا عاوزين بلدنا تكبر وتبقى أحسن وتقدم خدمات أكتر. طب الدولة تجيب منين بدل ما نستلف؟ مش واجب برضه ننتج ونشتغل عشان نكسب وندفع اللي علينا؟ الضرايب دي مش كفاية، الضرايب عشان يبقى عندنا فلوس كفاية نصرف بيها على بلدنا بجهودنا. تابعنا عشان تعرف أكتر على صفحة أنا هقول.